بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. جبت لكم وصفة كيك 6 ملاعق بحجم عائلي وتقطع كمية كبيرة بمكونات اقتصادية كما عودتكم كل مرة، والذوق تاعها أكثر من رائع. راح تجيب طبقة بذوق الشوكولا وطبقة بذوق جوز الهند ولا نواد كوكو، ومن الفوق درنا طبقة تاع الشوكولا. تجي بزاف بنينه وخفيفه، تقدروا تحضروها في السهره تاع المولود ولا تحضروها لضيوفكم، اكيد راح تعجبهم. يلا بلا ما نطولوا عليكم نبداو بالمقادير والطريقه. فرجه طيبه. على بركه الله، في بول نحط حبه بيض تكون بحراره المطبخ، وراح نضيف عليها 6 مغارف من السكر العادي، ولا ما كاش عندكم ديروا السكر الناعم، يعني المهم 6 مغارف. راح نخلط كلش بالباتور حتى يبيض الخليط، يعني البيض تاعنا راح يطلع. من بعد نضيف 6 مغارف من الزيت بالتدريج بهذه الطريقة، نخلط ونزيد حتى نكمل 6 مغارف ديالي. هنا راح نضيف 6 مغارف من الحليب دفعة واحدة، نخلطه حتى يدخل الحليب في المكونات. من بعد راح نضيف 6 مغارف من القهوة، كنت طيبتها وخليتها حتى بردت. تقدروا تعوضوا القهوة ب6 مغارف تاع الماء، وراح نكمل نخلط، يعني كل ما ندير مكون نخلطوه. نضيف 2 مغارف كبار من الفارينة ولا الطحين، نغربلوهم ونضيف عليهم كيس خميرة وزن 10 غرام، واحسن شي يكون مغربل. في هذه الوصفة راح ندير 6 مغارف تاع فارينة، درت 2. دوكا راح نخلط كلش مع بعض. من بعد راح نزيد 4 اللي قعدوا. هنا ضفت 4 مغارف تاع فارينة غربلتهم، و2 مغارف من الكاكاو البني، احسن شي باش الكيك تاعنا يجي بنين. يعني انا كي ضفتهم تليفون كان حابس وانا ما كاش على بالي. وضفت عطر الشوكولا، تقدروا تعوضوه بلافاني. هنايا نخلط. من بعد راح نحبط كامل المكونات اللي ما تخلطوش، نكمل نخلطهم عفوا بهذا الشكل. بعد ما تضيفوا الفارينة والكاكاو، تحبوا تكملوا تخلطوا بالباتور كما تقدروا تخلطوا بالفوي، يعني اللي كان عندكم واش حبيتوا خلطوا. المهم نتحصلوا على خليط كما راكم تشوفوا فيه في الصورة. بعد ما تكملوا تخلطوا راح تشوفوا الخليط تاعكم جاكم شويه ثقيل، وهذا هو القوام اللي حبينا نتحصلوا عليه. هنا راح نضيف 3 مغارف تاع الماء يكون دافي، يعني ما يكونش يغلي وما يكونش بارد. الماء الدافي في لي كيك يلعب الدور المحسن. كامل في لي كيك ديالي ندير هذه الطريقه مع الاخر، يعني كي تكملوا كامل المكونات ضيفوا 3 مغارف تاع الماء دافي، وراح تتحصلوا على كيك خفيف ما شاء الله. نكملوا نخلطوا وراح تشوفوا القوام كيفاش جا ما شاء الله. نجيب سنيوة ندهنها بالزبدة ونرش عليها الفرينة، وراح نفرغ الخليط. شوفوا كيفاش جا القوام ديالو ما شاء الله. من بعد راح نمشيه كامل هكذا، يعني لازم يكون نيفو واحد في السنيوة، وراح نجوز عليه هكذا باش نخرج الهواء اللي فيه ويجينا خفيف. من بعد نحطو في الفرن يكون سخون من قبل. من جهه واحده اخرى راح نحضروا الطبقه الثانيه. في الكيل استعملت هذا الكاس، درت كاس ونص من كريمه الشونتيي مع كاس ربع تاع الماء، وضفت مغرفه كبيره من فلو ذوق فاني. راح نخلط كلش مع بعض حتى نتحصلوا على خليط كريمي كما راكم تشوفوا فيه. نضيف 2 كيسان من نواد كوكو ولا جوز الهند، واحسن شي يكون رقيق، وراح ندخله في الخليط ولا في الكريمه بهذه الطريقه. هذا هو الكيك بعد ما طاب، جا ما شاء الله خفيف الله يبارك. تحبوا تشربوه تحبوا تخلوه كيما راهو، انا ما شربتوش لانه هو اصلا جا خفيف. هنا راح نحط الطبقه الثانيه، يعني الكريمه اللي حضرناها، وراح نمشيها كامل فوق الكيك.
واحسن شيء انكم ديروها نيفو واحد بهذه الطريقة. نحطوها تبرد ونوجدوا طبقة ثالثة. هذه الطبقة تقدروا ديروها كامل في لي كيك واحد اخرين. عندي 2 مغارف من الكاكاو البني، احسن شيء باش الصلصة تاعنا تجي بنينة. نضيف 2 مغارف من حليب لويا ولا حليب بودر، ونضيف مغرفة كبيرة ونص تاع السكر، ونص كاس تاع الماء يكون بارد، يعني يكون بارد بزاف. من بعد راح نخلط هكذا بالبغا ميكسور حتى يتخلطوا كامل المكونات. وهنا عندي نص كاس تاع الزيت راح نضيفوه بالتدريج، يعني نضيفوه على شكل خيط كيما نطلعوا المايونيز، ونبدا نخلط، يعني ندير شويه ونخلط حتى نتحصلوا على صلصه ما شاء الله بنينه وخفيفه. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. جات كيما الشوكولا تارتيني، يعني تقدروا تقدموها لولادكم يشربوا بها قهوه الصباح، يديروها في الخبز، جات بزاف بنينه. هنايا القوام تاعها جاني شويه ثقيل باش نحطها على الكيك ولا على التحليه تاعنا، على هذيك ضفت لها شويه تاع الماء، يعني ندير عيني ميزاني، ندير الماء ونخلط حتى نلحق للقوام اللي راني حباته. نجبد الكيك تاعنا بعد ما خليناه برد، وراح نحط عليه الشوكولا ولا صلصة الشوكولا بهذه الطريقة، ونسيي نمشيها كامل ونغطي الطبقة تاع نواد كوكو. راح نمشيها هكذا بالعقل باش ما نخلطش طبقة نواد كوكو مع صلصة الشوكولا. بعد ما نغطيها كامل نخليها تبرد، من بعد نجبدها ونزينها ونقدموها ان شاء الله بالصحة والهنا. هنا بعد ما خليتها بردت حوالي 20 دقيقة جبتها وزينتها بكريمة الشونتيي، يبقى تزيين اختياري وحسب الرغبة. وهذا هو الشكل النهائي للوصفة تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها. صدقوني الذوق تاعها اكثر من رائع، ولا كليتوها ما راكمش راح تستغناو على الوصفة. كما شفتوا مكونات سهلة بحجم عائلي، وزيد تقطع كمية كبيرة. راح نقسموها ونشوفوا كيفاش جات لداخل. كما راكم تشوفوا الطبقات باينين، طبقة نواد كوكو جات ما شاء الله، والطبقة صلصة الشوكولا بعد ما بردت جات بزاف هايلة. يعني الصورة تعبر على نفسها، والوصفة تستحق أنكم تجربوها وتستمتعوا مذاقها. كل وصفاتي مكتوبة بالصور، تلقوهم في صفحتي على الفيسبوك وعلى انستغرام سمار سميحة باللغة العربية واللغة الفرنسية. في الأخير ما بقى لي غير نقولكم إن وفقت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. شكرا على المشاهدة، نتلاقاو في وصفة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.